خارج هو خارج عشان نطلع المؤتمر، نطلع المؤتمر بس. انا ما شباب بعزكم ما كانش يعني لو انتم مطرح هتعملوا ايه؟ هتيجوا لحسن حمدي وتقولوا له البقاء لله يا حسن. علاقتي انا شخصيا بالنادي الاهلي، يمكن هشام سعيد اللي واقف جنبي، انا اعرف هشام سعيد من سنه 61 وما اعرفوش من النهارده ولا من امبارح. قعدتي كانت في النادي الاهلي اكتر منه في نادي الزمالك. ما كنتش بفترق عن اصحابي الاهلاويه غير في ماتش الاهلي والزمالك، وحتى قبل ما يفصلوا المدرجات كنا بنقعد جنب بعض. اللي انا عاوز اقوله لكم زي ما بقول تاني، انه لابد ان تلتفت مصر جيدا وان تعي ما حدث بالامس. ما حدث بالامس هو مأساة بالكامل، مأساة ان يفكر المصري في قتل اخيه المصري. ما حدث بالامس ان في 75 واحد طلعوا الصبح من بيوتهم راجعين في صناديق اخر الليل. حضرتك شايف مين السبب طيب؟ السبب عوامل كتيره جدا. انفلات امني، انفلات سلوكي، انفلات اعلامي، قضيه تعبئه نفسيه خاطئه للجماهير، ناسيين ان الكوره وملاعب الكوره قدس الاقداس ولا يجب ان يحدث فيها هذا. لا يجب ان يحدث. احنا استبحنا ملاعب الكوره، والتنابز بالام والاب وبالشرف وبالذمم موجود في ملاعب الكوره. اصبحت جماعات تضغط، تشكل لوبي ضاغط بمساعدة طراوة الأمن وعدم إنه ما بيوقفش كل واحد عند حده إنها تعمل كده. حضرتك شايف إن الحل هو حل اتحاد الكرة؟ أنا أرجو إن الموضوع ده يكون درس كويس، لأنه أصلا الموضوع ده له أبواب خلفية، إنه ممكن يروح يشتكي في الفيفا ويرجع في 48 ساعة. حضرتك كنت يعني مساند قوي للنادي الأهلي وجمدت نشاط الكرة في نادي الزمالك. أيوه. أنا كنت مساند قوي للنادي الأهلي. أنا مش مساند قوي للنادي الأهلي، أنا مساند قوي للحق والواجب. حق والواجب. وما ناخد هذا المبدأ يبقى ده تصرف طبيعي عمله نادي الزمالك لا يشكر